المهمة الأصعب قبل العيد بيوم هي الوصول إلى كرسي الحلاق، والسبب هو لأن بآخر تعداد وصل عدد الذكور بالعراق إلى أكثر من 23 مليون، وتخيل هاي الأعداد كلها بنفس اليوم راح يروحون للحلاق، بحيث من الطبيعي إذا اتصلت على حلاقك ما يرد عليك. شوف موبايله يدق ولا يهتم. يا ظالم، عد ليش انتوا الحلاليق ما تردون قبل العيد؟ لود شغل هواي. هاي قبل الحلاقة حتى يشوفون غزان الشيب. شوف الحلاق على طول تواصله ويا الباب، كل ساعة طالع مسلم على واحد يسأل عن الحصة شو وقت تجي، على طول تلقى مسوي سلفة هاي مو؟ صدق ليه شغلة بالحلاليق يشجعون برشلونة. يحبون حرقان الزلمه. قبل كان الحلاق يدرج بس الحفر، هسه يدرج بس اللحية، فعذروه يعني اذا زايد التسعيرة. بالنسبة للفلوس للطب للحلاق بالعيد كلها تدري بيها هواي حيل. فلوس الشهر اللي كله راح اشتغل انا احط لي ب3 يوم باقي الشهر شو اسوي؟ يعني سد بسد. ابى خطيئة الحلاليق هم على كيفكم وياهم. اي يعني اوكي زين الاسبوع الجاي؟ لا خلص. هسه خلصنا يعني. شوفوا لي التحديد. هسه المرحلة الأخيرة شنو بعد؟ الحلاق يروح أساس ينظف، هاي بالأخير يسوي نفسه عاد يشتغل. هاك وين اخليه؟ وهسه تحية لكل حلاليقنا والله يساعدهم على هذا التعب. احجوا لي بيش الحلاقة يمكم ويمن الزينون. أنا حلاق أحمد وصاير بالمشتل.